نقلت شاشة MBC مصر حفل ليلة وردة على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في تمام 9 مساء أمس. حفل ليلة وردة الخميس 4 يوليو، والذي أحياه النجمات نانسي عجرم وأصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. وقدمت النجمات خلال الحفل مختارات مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة، والتي لاقت تجاوب كبير من الجمهور. المطربة أصالة لجمهورها عقب انتهائها من تقديم تاني أغانيها في الحفل في يوم وليلة وبعدها أوقات بتحلو، وعقب انتهائها من الأغنية التانية قالت: أكبر داعم لي في حياتي حفظته هو تاريخ وردة، ولكن اعذروني بسبب توتري أثناء تقديم الأغنيتين، مؤكدة أن الأغاني وتاريخ وردة رهبة كبيرة. بعتذر من أحبائي وبعتذر منكم ومن المايسترو. ورجع بعد شوية وتحدثت عن علاقتها بالراحلة وردة الجزائرية، وذلك بعد انتهائها من تقديم أغنية في يوم وليلة ضمن تقديم حفل ليلة وردة. كنت بنت لهذه الست العظيمة، كانت أمي، بقول لها أمي من جوه قلبي. وقت ما اتعرفت عليها كنت فاكرة منها كتير، ولكن مع مرور الوقت عرفت إنها واحدة في الفن. رحم الله الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية وتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة.